السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. هنعمل مع بعض النهاردة كبدة العربيات، وأحلى وأنضف كمان من العربيات، بتتبيلة حلوة قوي ومميزة. الكبدة من أحلى الأكلات الحرشة اللي أنا بصراحة بحبها قوي. يلا بينا نخش على الوصفة على طول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا هنا في طبق معلقة كبيرة من التوم المفروم، وهنزل على معلقة التوم دي بحوالي 4 معالق كبار من الخل، مع عصرة نص ليمونة اهو كده. التتبيلة دي رهيبة، بتودي الكبدة طعمها في حتة تانية خالص، مع معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من الكمون، وربع معلقة كده من الشطة، مع ربع معلقة برضو من البابريكا، ديها طعم حلو قوي. وهنخلط كل الكلام ده كله كده مع بعضه. وطبعا معلقة الملح، مش هننسى الملح. معايا هنا كده حوالي نص كيلو من الكبدة، متقطعها صغير كده زي ما انتوا شايفين كده، مقطعها صغير، وطبعا غسلاها في خل وليمون ونقعها كويس. هحط من التتبيلة نص التتبيلة كده، حوالي 3 معالق كده من التتبيلة، وهخلطها مع الكبدة كويس جدا كده اهو كده. وهسيبها مع الكبدة مع التتبيلة دي، هسيبها شوية كده تتعايش مع بعضها كده وتاخد طعم. وفي طاسة وك كده على النار هحط حبة زيت حلوين كده، وبعدين هبتدي ان انا احط باقي التتبيلة بتاعتنا كده، وهشوحها، مش هخليها تاخد لون معايا خالص، هي تشويحتين كده بالظبط كده. وهبتدي ان انا انزل عليهم بالكبدة، مش هخليها تستوي معايا خالص، يا دوبك كده تشويحة على خفيف كده، يعني مش هخلي التوم يحمر بزيادة معايا. وهنزل بيها بالكبدة على طول كده على التتبيلة بتاعتنا، بعد ما سيبنا الكبدة في التتبيلة اللي احنا شفناها كده حوالي 10 دقايق. طبعا لما نزلت بالكبدة كده مش هقلبها خالص، هسيبها كده لحد ما تنزل ميتها معايا كده، واهي ميتها نزلت. وهنزل بالشوية كده من الفلفل الأخضر عليها، زي ما انت حابة تحطي فلفل حطي، يعني تكتري تقللي براحتك خالص اهو كده. وهبتدي برضو انزل بحوالي 4 طماطميات كده على الكبدة، وهقلب كده كام تقليبة، وبعدين هسيبهم لحد لما تستوي. وهي بتستوي لو حسيتي ان هي نشفت منك بزيادة تحط لها شوية مية، حسيتها مش محتاجة مية، لان الطماطم طبعا بتنزل ميتها. لو حسيتي مش محتاجة مية خلاص. بس لو وصلت لحد هنا يا قمر في الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. وهنا بعد ما الكبدة استوت غرفتها كده في طبق، ما اقولكمش على الريحة، بجد تجنن. تحطيها كده في طبق زي ما انا عاملة كده، وجنبها شوية مخلل، بتبقى تحفة. تحطيها في سندوتشات بتبقى برضو حلوة قوي. جربوها تعجبكم قوي ان شاء الله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.